أن قصص طعنات المخزن والحكام المغاربة في ظهر الجزائريين لا تنتهي، قصص امتزجت بالغدر والخيانة والدسائس الجبانة لا المواجهات الشجاعة أبدا. من 104 قبل الميلاد بسقوط يوغورطا إلى 21 ديسمبر 1847 حين طعن ملك المغرب الأمير عبد القادر الجزائري بتحريض أهل الريف وتسليحهم ضده، إلى 22 أكتوبر 56 حين غادر ملك المغرب بقيادة الثورة الخمسة ورتب اختطاف طائرتهم بخسة لصالح الفرنسيين، إلى حرب الرمال في أكتوبر 63 حين هاجم المغرب الجزائر فتية الاستقلال وأراد ضم بشار ومناطق حدودية أخرى ليستمر المسلسل بتفجيرات مراكش سنة 1994، وبقرار أحادي الجانب فرضت المغرب التأشيرات على الجزائريين واتهموا الجزائر بالتفجيرات. المغرب الذي آنذاك كان يأوي الجماعات الإرهابية الفارة من الجزائر، وبشهادة أمير الإرهابي عبد الحق العيايدة أن الملك منحهم كل الإمكانيات من فيلات وسيارات لينفذوا عملياتهم. نعم، يجب أن تقال الحقيقة بأبيضها وأسودها. المخزن طعن وغدر الجزائر على مر التاريخ، ولأن العرق دساس ها هو المخزن في محاولة يائسة بائسة طائشة وبصبيانية ومراهقة متفاوتة يحاول أن يستهدف الجزائر، جزائر كبيرة جدا على بالون الهواء المنفوخ، وليعلم فقط المخزن أنه يعيش وهما كبير، وأن ما يظن أنه حجمه هو في الحقيقة مجرد انعكاس لظل فأر بالحائط يستظل بشمعة آيلة للذوبان.